بما ان خلاص السنه بتخلص وعرفنا كل اسعار العربيات، فانا عامل لك فيديو مهم قوي. هقول لك احسن عربيه تشتريها من اول الصفر لحد ال 3 مليون جنيه، الزيرو، السيدان. وهعمل لك كل ده في فيديو واحد من غير بارت 1 بقى و2 شغل اللي مش عارف ايه ده اوكازيون. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت النص مليون جنيه مفيش ولا عربيه زيرو في مصر حاليا. تخيل مصر ما فيهاش ولا عربيه زيرو تحت النص مليون جنيه. ممكن تقدمها دي وانت بتهاجر. تحت المليون بقى انا هرتبهم لك كده من 3 لواحد من وجهه نظري. في المركز الثالث هي رينو تالينت لو ما عندكش مشكله مع ال 1000 سي والثلاثه سلندر. في المركز الثاني هي ام جي 5 لو الاوفر برايس بتاعها ما عداش المليون. وفي المركز الاول هي باي كيو 5 بلس، بس لازم يكون عندك نسبه مخاطره بسيطه لان دي عربيه لسه نازله السوق. تحت المليون ونص في المركز الثالث عندك تويوتا كرولا الفئه الاولى او الثانيه. انا بصراحه بشوف ان الكرولا راحت عليها وراحت عليها قوي كمان، وانا ماليش فيها بصراحه، بس ما اقدرش ما احطهاش. تويوتا كرولا دي هي ميسي العربيات، مهما كبرت لازم تفضل في الحسبه. هتقول لي امال مين كريستيانو رونالدو العربيات؟ هقول لك رونالدو ملوش مثيل، لا كوره ولا عربيات. المركز الثاني بالنسبه لي هي المشطشطه ومش هتكلم عنها كتير، انتوا اكيد زهقتوا. وفي المركز الاول هي جي اس سي امباو، عربيه جميله جدا جدا جدا، ولو كانت نزلت قبل ما العربيات تغلى قوي كانت هتكسر الدنيا بجد. تحت ال 2 مليون في المركز الثالث بالنسبه لي هي الانترا سي ان 7. برضه اشوف ان سعرها بقى مبالغ فيه جدا، بس ما عرفتش ما احطهاش. برضه دي الانترا وشكلها حلو وبتاع، وبقى فيها اوبشنز كمان عشان دي فئات في الاخر. المركز الثاني هي المثيره للجدل ام جي 7. مفيش اي سبب يخليك ما تحبش الام جي 7 الا وانت ما بتحبش العربيات الصينيه او ما بتحبنيش. وفي المركز الاول هي مش سيدان بصراحه، بس عدوها معايا المره دي، هي كوبرا ليون الفيس ليفت. بصراحه ما عليهاش اي كلام، عربيه جميله شكلا وموضوعا وكل حاجه. تحت ال 3 مليون هناخدها مره واحده عشان مفيش عربيات كتير. في المركز الثالث بالنسبه لي هي بيجو 508، برضه سعرها غالي جدا بس هي عربيه جميله. وفي المركز الثاني هي بي ام دبليو 218، ماليش فيها قوي بس برضه هي داخله بالعلامه بصراحه. وفي المركز الاول هي اودي اي 3، بعيدا عن انها عربيه مش كبيره ومساحتها مش كبيره، بس هي شكلها حلو قوي وفيها اوبشنز كتير وجميله، صيانتها غاليه بالمناسبه. انا اظن عملت اللي عليا وعملت لك الفيديو كله في بارت واحد. انت برضه لازم تعمل اللي عليك وتعمل لي فولو وسبسكرايب. كوارتر زيب ده من البراند بتاعنا ماليه، خد لك نظره وفي ديسكاونت لو كتبت صفا 10.